بسم الله الرحمن الرحيم. في كلام انه الاهلي سوى مع طرق ب6 شهور بقيت عقده، من عقده حوالي 2 مليون دولار، والكلام على ان دي مشكله بسيطه واتحلت. الحقيقه 2 مليون دولار مش مشكله بسيطه، يعني لما تدفع 2 مليون دولار وهو من شهر 11 لغايه دلوقتي واخد له قدهم، يعني 4 مليون دولار في موسم صفري ما دخلش النادي الاهلي اي حاجه. حتى عقد الرعايه اللي بيقولوا عليه انه يعني الدخل الاساسي للاهلي، عقد الرعايه 300 مليون جنيه مصري في السنه، 350 مليون على 4 سنين، مليار و300 مليون، ده عقد الرعايه بتاع الاهلي. فانت بتتكلم على انه عقد الرعايه السنوي ده تقريبا خدوا طرق. يعني طب زيزو بقى وتريزيجيه والفلوس اللي بتصرف دي كلها مين اللي بيدفعها؟ تذاكر؟ مفيش تذاكر. ارقام اعضاء النادي يقولوا لنا كام ما ده ما يجيبوش زيزو. فبالتالي الصرف المالي ده كبير جدا، والكلام طبعا عن انهم عايزين مدرب اجنبي بديل لطرق، هيدفعوا له برضه 3 4 مليون دولار. يا جماعه ليه كل ده؟ يعني ارقام الحقيقه بنسمعها ارقام غريبه جدا، ارقام كبيره جدا، وبيتم تداولها في الاعلام مشكله بسيطه واتحلت، وهي مش مشكله بسيطه، ودي مش حلول اللي بتحصل. والحقيقه دي تراكمات بمئات الملايين وبالمليارات. هنصحى في يوم من الايام هنبص نلاقي ارقام خزعبليه ديون على الانديه دي، مهما اتقال لنا انه لا الانديه بتكسب، الانديه ما بتكسبش، الانديه بتخسر. الاهلي السنه دي صارف ارقام مفزعه وما دخلوش حاجه، ما دخلوش حاجه من البطولات، ما فيش بطولات لغايه دلوقتي، حتى لو كسب الدوري 20 مليون جنيه مصري. فالارقام اللي بتدفع دي ارقام كبيره جدا على حجم المداخيل اللي بيدخل للانديه دي. والحقيقه ده يعني بيمر في الاعلام وكانه انتصار، ده الاهلي عمل تسويه مع طرق 5 6 شهور، يعني 5 6 شهور 2 مليون دولار، وده رقم قليل. بالنسبه للاعلام رقم قليل. لا الحقيقه ده رقم كبير جدا، وانا اشك اصلا انه طرق يعني تم التسويه معاه بالرقم ده، يعني لان طرق قدامه في ايده اوراق ياخد اكتر. لكن حتى لو تم التسويه معاه بالرقم ده، الرقم ده كبير اصلا، يعني مش صغير. 2 مليون دولار، يعني دي خناقه امام عاشور طول السنه على رقم زي ده اصلا. انت النهارده بتدي له مدرب عشان يمشي، عشان بس يمشي، وده عادي، عادي. طب والاعلام شايف ان ده انجاز، انجاز ليه؟ طب ما نشوف مين اللي جاب الراجل ده ومين اللي اتعاقد معاه بالارقام الكبيره دي ويتحاسب. مفيش حد هيتحاسب، بضاعه اتلفها الهواء. شكرا جدا لكم.